جديد ضيفنا اليوم بك معنا من جديد عبد الرحمن. طبعا سنتحدث عن فوز المغرب. هل أتت النتائج كما كان متوقعا؟ بالضبط. احنا وكما نرى طبعا على الشاشة احنا تم تحليل حوالي 4 مليون فاصلة 5 مليون نعم. حوار وتفاعل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي من طبعا جميع اللغات. الأرقام كبيرة جدا. نعم. أعطتنا النتيجة قبل المباراة أنه المغرب راح تفوز ب 51%. خاطأت جميع المحللين الرياضيين، المراهنات، جوجل، كلياتهم كانوا متوقعين للبرتغال، ولكن الحمد لله اجت نعم. وهنا ماذا نرى؟ هنا بعد الفوز كان التفاعل كبير اخر 24 ساعه، عم نحكي عن 40 مليون تفاعل بزياده 900%. هذا رقم كبير وكبير جدا جدا. ولو شفنا احنا على مدى المدة اللي تم فيها المغرب كل فوز عم ترتفع التفاعل بشكل أكبر، طفرات، حتى يعني في عندنا حوالي 140 مليون تفاعل خلال فترة فوز المغرب. 40 مليون منهم لحال منذ بداية المونديال. نعم. كانوا أعلى بوستين، وهون الكثير مهم، أعلى منشورين كانت اللي هي القفزة تبعت يوسف، جاب فيها الهدف، حوالي جابت 1.5 مليون تفاعل تقريبا. وفي عندنا إيلون ماسك، هي لأول مرة للعلم كانت هاي التغريدة رقم 1 من أعلى تغريداته خلال شهر، جابت تفاعل، جابت تقريبا عن المغرب. طبعا هو غرد عن المغرب، غرد هو بفوز المغرب. وهنا زي ما احنا بنشوف قاعدين اللي هي هون أعلى الصور والفيديوهات تفاعلا. نعم. احنا عمالنا بنشوف يوسف أعلى شيء، العائلة زي ما احنا شايفين موجودة خلال جميع المنشورات كانت الفوز. نعم. يعني هون عم نشوف أبرز الصور التي لاقت تفاعلا من الجماهير حول المغرب. هون عم نشوف كيف التفاعل حول العالم. نعم. فوز المغرب زي ما نشوف احنا كل نقاط السود هي مواقع التفاعل، زي ما نشوف احنا كل العالم تقريبا يتفاعل مع المغرب، مع فوزهم، مع انتصارهم. كل العالم من شرقه لغربه. وزي ما احنا بنشوف قاعدين، يعني يمكن اكثر شيء المناطق الاوروبيه والولايات المتحده كانت تتفاعل بشكل كبير. وهون يعني كان شيء مميز انه الولايات المتحده كان كثير في جمهور الها. الام طبعا هي العائله والام، بالاخير الام هي الجمهور. صحيح. فعليا اخر 24 ساعه 1.5 مليون تفاعل فقط على موضوع العائله. 24 ساعه. ومنذ بدايه المونديال ايضا، منذ بدايه نرى المونديال زي ما نشوف احنا التفاعل لحاله تقريبا زي ما احنا بنشوف التفاعل هون الكبير كان على مباراه امس، كانت اول مباراه لهم. لو نلاحظ انه الام كانت على طول موجوده دائما المغرب، وهذا الشيء ميز المحتوى اللي قاعد الناس عمالها بتنشره. نعم. وهون زي ما احنا بنشوف هنا تحليل المشاعر. انت دائما تحلل المشاعر. هون تحليلها سيكولوجيا. وزي ما احنا بنشوف انه الاغلب عم بكون ناس تتحدث عن الوحده، العائله. عن العائله دائما تاتي بالمرتبه الاولى، المحبه في العائله، السعاده، الامل، لانه العائله موجوده، الام موجوده، كلها مشاعر ايجابيه. نعم صحيح. طبعا. وحتى الرموز المعبره كلياتها عم تيجي بايجابيه ودعاء والعائله.